يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هتكلم على واحد من الأفلام اللي بحبها، ومش هقول إنه أندر ريتد لأن الفيلم ليه تقدير جماهيري ونقدي، بس أنا شايف إن مش ناس كتير بتناقشه، وهو فيلم ذا أفييتر. فيلمنا طبعا من إخراج الأسطورة مارتن سكورسيزي وتأليف جون لوجان وبطولة دي كابريو وكيت بلانشيت وألان ألدا. الفيلم زي ما قلت إن هو حظى بنجاح جماهيري لأن هو تقريبا بميزانية حوالي 110 مليون دولار قدر يحقق إيرادات تخطت تقريبا ال 208 مليون دولار، فده طبعا نجاح جماهيري. وكمان الفيلم اترشح ل 11 جايزة أوسكار، حصد منهم 5. كيت بلانشيت أخدت منهم جايزة والمونتاج والديكور. فطبعا في تقدير ليه، وطبعا على مستوى النقاد قالوا فيه كلام كويس جدا، بس مش بيتم مناقشته زي أفلام كتير لسكورسيزي. وخلينا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا قبل ما نناقشه. الفيلم بيحكي عن حياة هاورد هيوز من سنة 27 لسنة 47، أو من بداية شبابه وتطوره لحد ما بقى من أبرز الشخصيات في المجتمع الأمريكي بفضل كونه مخرج ومنتج لأفلام كبيرة جدا وهوسه بصناعة الطيارات. وخلال الفترة دي بنشوف صعوده ونجاحه وإخفاقاته وعلاقاته النسائية وصراعه مع مرض ال OCD. الحقيقة مشروع إن حد يعمل فيلم عن هاورد هيوز هو فكرة موجودة من زمان شوية، يمكن من التمانينات، ومش أول اسم يكون اسم سكورسيزي إن هو يكون مرتبط بيه، لأ في ناس كتير سبقوه. وخليني أقول لكم إن المشروع كفكرة بدأت في التمانينات، وكان البطل هيبقى الممثل وارن باتي اللي هو كان مهتم جدا، وتم ترشيح ستيفن سبيلبرج وهو برضو كان مهتم إنه يعمل فيلم عن هاورد هيوز، وكان شايف إن هو هيبقى قريب شوية من الستايل بتاع سيتيزن كين، بس الموضوع طبعا ما تمش. بس اللي حقيقي كان الموضوع أساسي جدا بالنسبة له، واحد من أهم أحلامه هو كريستوفر نولان. نولان كان شايف إن الفيلم ده يعني حلم بالنسبة له، وفضل يفكر فيه فترة طويلة، وكان شايف إن أنسب حد يعمل الدور ده هو جيم كاري، وكان برضه شايفه رايح في اتجاه سيتيزن كين شوية. بس المشروع اتلغى بعد صدور فيلم ذا افييتر لأن الفيلم حقق نجاح على كل الأصعدة، فهو حس إن مش هيبقى فيه حاجة جديدة تضاف. وقبل مشروع ذا افييتر نفسه بقى، يعني السكريبت ده كان مرشح إن يكون المخرج هو مايكل مان، وهو واحد طبعا من المخرجين الكبار، وأخرج فيلم هيت اللي جمع دينيرو والباتشينو فيه. والفيلم ده طبعا في ناس كتير بتحبه، بس اللي خلاه يتراجع عن إخراج الفيلم ده هو إن هو كان عامل فيلمين سيرة ذاتية ورا بعض، ذا انسايدر وعلي اللي تناول طبعا سيرة محمد علي كلاي، فهو فضل الاكتفاء بكونه أحد منتجين الفيلم. بس كان في تلميح من ليوناردو دي كابريو وقت استلامه جايزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل عن فيلم دراما، إن مايكل مان اشترك في كتابة السيناريو، بس يعني ده طبعا إيه، طبقا لكلام دي كابريو. بس نيجي بقى لسكورسيزي اللي عجبه المشروع جدا بعد جانجز اوف نيويورك. وأحد الأسباب اللي شجعت سكورسيزي على صناعة الفيلم هو تناوله ل20 سنة من حياة هاورد هيوز، وهي سنين مجده في صناعة الأفلام والطيران، وده طبعا قرار موفق جدا لأنه ما وقعوش في الفخ اللي بتقع فيه أفلام كتير منهم أفلام في مصر هنا، إن السيرة الذاتية تاخد الشخص من يوم ما يتولد لحد ما يموت. مش دايما الحكاية دي بتظبط ومش بتبقى سهلة خالص، فالفيلم كان دقيق في قراراته واختياراته. والفيلم كعادة أفلام سكورسيزي بيناقش فترة مهمة في تاريخ أمريكا، في خلفية القصة كده أحداث سياسية واقتصادية مهمة، وده حصل في أفلام كتير آخرهم The Irishman. بس اللي شد سكورسيزي لشخصية هيوز أو للمشروع نفسه إن هيوز كان عايز يبقى أسرع راجل على الأرض والأغنى وصاحب أكبر أفلام، فالتركيبة دي عجبته جدا. وكمان سكورسيزي كان مهتم بالأفلام بتاعت الفترة دي، ويمكن سكورسيزي واحد من أكتر الناس اللي بتحب السينما ومرجع، يعني أنا بحب أتفرج على الانترفيوز بتاعته. فهو دايما كان بيقول إن الفيلم بتاع سكارفيس، وعلى فكرة سكارفيس اللي عمله الباتشينو هو ريميك لفيلم أخرجه وأنتجه هاورد هيوز. الفيلم ده كان شده جدا، وكان بيقعد يتكلم مع أبوه عن الفيلم ده،
وإزاي الفيلم ده أثّر في الناس الفترة دي. وطبعًا فيلم Hells Angels اللي الفيلم تناوله الفيلم بتاع The Aviator، لإن الإنتاج بتاعه كان مُكلِّف جدًا بمقاييس وقتها، برضه واحد من الأفلام اللي سكورسيزي بيتوقّف عندها، فهو حَس إن الفيلم ده فرصة إنه يقدر يتكلّم عن جزء مهم في تاريخ السينما هو بيحبه وكان مهتم بيه وأثّر في طفولته. الحقيقة في كام نقطة في الفيلم أنا عجبوني جدًا والإتقان فيهم كان مهم جدًا. أولهم موضوع الOCD. أنا طبعًا مش متخصص بس كنت مهتم أعرف هل الدقة بتاعة الحالة بتاعة هاورد هيوز كانت منقولة في الفيلم بشكل صحيح؟ فبصراحة كان عندي اهتمام شخصي، مش عارف حد كان اهتم برضه بالحكاية دي والّا لأ، بس حسب كلام المتخصصين في الطب النفسي الفيلم كان موفّق في تجسيد الحالة جدًا، لإن حسب كلام المتخصصين إن هو واحد من المتخصصين طبعًا، إن الأعراض كانت كلاسيكية جدًا، ويبدو إن سبب المخاوف هي الأم اللي بنشوفها في أول مشهد بتتكلم عن الأمراض والأوبئة، والتدرج بتاع الأعراض كان برضه ماشي بشكل كويس، لإن الموضوع بدأ بسيط جدًا زي طلب الأزايز بتاعة اللبن إنها تكون ما اتفتحتش قبل كده، وتغطية الحاجات في الطيارة إن ما يكونش حد لمسها عشان ما يكونش فيها الجراثيم وهو خايف إنها تتنقل الأمراض ليه أو تكون ملوثة يعني. ولكن مع مرور الوقت الفيلم بيطرح إن الأعراض بتشتد على هاورد هيوز، فبتبقى حالات تكرار الكلام دي بتتكرر أكتر من مرة، وبعد كده بقى بنوصل للمرحلة الفظيعة اللي هي كان عامل منطقة ما يكونش فيها جراثيم وإنها تبقى منطقة يعني مطهرة وآمنة بالنسبة له. فالحكاية دي بصراحة عجبتني جدًا، لإن أنا باحب الإتقان في الحالات النفسية بالذات في الأفلام. بس بجانب الOCD بيُقال برضه في الكتابات اللي اتكتبت عن الفيلم ده من منظور نفسي، إن اللي زوّد تعقيد شخصية هاورد هيوز هو اندفاعه وحُبّه للكمال، رغبة الperfection اللي عنده، وده طبعًا بنشوفه في الميزانية الخرافية اللي أنتج بيها الفيلم وطبعًا بمقاييس العشرينات. وطبعًا بنشوف كمان اندفاعه إن هو يجرّب حاجته وإن هو عايز يوصل بيها لأعلى مستوى. ويمكن ديكابريو نفسه لمّا اتكلم على الشخصية قال إن هي فيها تناقضات كتير جدًا وما كانتش سهلة، وده خلّاه يدرسها بشكل جيد جدًا هنتكلم عنه شوية كده. الحاجات التانية طبعًا اللي جذبتني في الفيلم دوّة هي الموسيقى مثلًا اللي هي كانت تأليف هاورد شور، واحدة من أهم نقاط القوة اللي في الفيلم طبعًا، وكانت قادرة تخلّيني أعيش إحساس الفترة الزمنية دي وأجواء الجاز القديمة اللي كانت في بداية التلاتينات والعشرينات، وكمان لعبت دور مهم جدًا في عكس الحالة النفسية لهاورد هيوز وعكس الحالات بتاعة توتره والOCD اللي عنده، فكانت الموسيقى موفقة جدًا. ونيجي بقى لواحدة من نقاط القوة في الفيلم وهي التصوير والألوان. التصوير كان من أعظم الحاجات اللي في الفيلم وبسببه حصل روبرت ريتشاردسون على جايزة أوسكار، وهو واحد من مديرين التصوير الكبار جدا، وتعاون مع سكورسيزي وتارانتينو وغيره من المخرجين الكبار. وهو بيقول إن تصوير الفيلم ده ما كانش سهل خالص وفي مجهود كبير في طبعا في مشاهد الطيران وصناعة الأفلام، لأن في حاجات كتير كانت CGI، وبصراحة في رأيي كانت متقنة جدًا، ولمّا باشوفها النهارده برضه باحسّها لسه مقنعة، ودي حاجة نادرًا ما بتتوفّر في الأفلام، إن على مَر الزمن تشوف حاجات فيها special effects وتلاقيها لسه مقنعة لحد دلوقتي. وفي رأيي من الأفكار الصايعة جدًا اللي اعتمد عليها سكورسيزي هي فكرة تدرُّج الألوان، لإن الفيلم في موضوع الألوان ده أخد أكتر من شكل، يعني بيبدأ بشكل بيعكس حقبة العشرينات وتدرج الألوان بتاعها، يعني هنلاقي الزرع مش لونه أخضر، لونه مزرق شوية، والتدرج ده بيختلف تماما لو حد ركز بعد ظهور أليك بالدوين في المشهد اللي بيلف فيه بظهره وهو قاعد على كرسي المكتب بتاعه. الألوان هنا بتختلف وبتبقى زاهية أكتر وساطعة أكتر، بس قبل كده هنلاقي إن الفيلم عكس لنا أجواء العشرينات بشكل جيد جدا، وهي فكرة عامة حلوة قوي، ادتني إحساس بالزمن وبالأحداث وكمان خلت فيه ديناميكية كده في الفيلم. ولو في حاجة تدل على قوة الفكرة دي هي هتكون الجزء بتاع البريمير بتاع فيلم هيلز انجلز، لأن الفكرة كلّها كانت معمولة بشكل حلو أوي، يعني تم في الأول استخدام مشاهد قديمة تقريبًا من الأخبار ولوّنوها بإتقان شديد، وبعدين مزجوها بالفيلم نفسه، اللقطة اللي بنلاقي ديكابريو قاعد فيها في العربية،
الموضوع كان ماشي بشكل كويس جدًا، وتم بسلاسة كبيرة جدًا لدرجة إن الواحد صعب يحس بأي فرق بينهم. وبعدين بعد كده بنشوف معاناته على الred carpet مع التصوير والفلاشات، وده في رأيي المشهد ده وصّل لنا إحساس بالزمن، وإزاي موضوع التصوير على السجادة الحمرا والناس كانت بترمي الفلاشات في الأرض، فده عكس الفترة بشكل كويس جدًا، وكمان ورّاني إزاي البطل بيعاني من جوّه، يعني هو بيتكسّر من جوّه من الآخر كده. فنقطة التصوير والألوان في اللقطة دي كانت موفّقة جدًا في رأيي. بس بعد كده زي ما قُلت الألوان بتتغيّر في المشهد بتاع بالدوين، أو يعني الحدث المهم اللي يعني الواحد يقدر يعلّم فيه الموضوع ده، هو الرحلة بتاعة حوالين العالم في 4 أيام دي، فلو حد بيشوف الفيلم يقدر يركّز فيها بقى. بس في رأيي كل نقاط القوة دي ما كانتش هتبان لنا أوي لو ما كانش المونتاج قوي جدًا. وفي أفلام سكورسيزي الناس بتهتم بالمونتاج بسبب علاقته الطويلة جدًا بثالما شون ميكر اللي بتتعامل معاه بشكل حصري من زمان جدًا، يمكن من أول التمانينات أو آخر السبعينات كمان. فالعلاقة بينهم خلّت دايمًا الناس مهتمة بالمونتاج والحاجات اللي بتحصل بينهم والكواليس، فبقت مونتيرا مشهورة جدًا، وخاصةً إنها فازت بأوسكار أكتر من سكورسيزي نفسه، واترشحت مرات كتيرة جدًا آخرهم عن فيلم The Irishman، وطبعًا أخدت الجايزة بتاعة الأوسكار عن فيلم The Aviator هنا. وبرضه كان Raging Bull وThe Departed لو أنا فاكر صح، دول الأفلام اللي أخدت عنهم أوسكار. بس خلّينا نتكلم عن فيلم The Aviator وشغلها فيه، لإن الأوسكار هنا كانت مستحقة طبعًا، لإن المونتاج قدر يعكس لي الحالة النفسية للبطل، ولو حد ركّز هيلاقي إن المونتاج لعب دور كبير جدًا. يعني مشهد الpremiere بتاع الفيلم ما كانش هيبقى بالقوة دي خالص بدون المونتاج. ومشاهد معاناة ديكابريو أو هاورد هيوز مع الOCD ما كانتش هتوصل لنا خالص برضه لولا المونتاج القوي جدًا، وقدر يعكس لنا الحالة المرضية، ولحظات التوتر قدرت توصل لنا إحنا كمشاهدين. وطبعًا في sequence بتاع الطيارة اللي كانت هتموّت هيوز اللي دخل فيها المستشفى وكان في حالة كده بين الحياة والموت، المشهد ده معمول بشكل كويس جدًا، فالمونتاج واحد من الحاجات اللي مش بابالغ لو قُلت إنها عبقرية في الفيلم ده. ونيجي بقى لآخر نقطة أنا حابب أتكلم عنها، هي التمثيل، لإن هو بصراحة كان كويس جدًا، كل الناس كانوا في أحسن حالاتهم. بس أنا حابب أتكلم عن شوية نُقط هنا تحديدًا. ديكابريو كان في واحد من أفضل حالاته، وديكابريو ماشي في سكة إنه هو هيبقى واحد من أهم الأساطير في هوليوود، وده جاي من قدراته التمثيلية الجيدة جدًا، بس هتكون أهم حاجة هتخلّيه أسطورة، خاصةً لو كبر شوية كمان في السِن، هي فكرة اختياره وانتقائه لأدواره، وإنه اشتغل مع مخرجين كتار جدًا وكبار جدًا، اشتغل مع سكورسيزي في أفلام كتير أوي بقى، واشتغل مع سبيلبرج، واشتغل مع ريدلي سكوت، وناس كتير أوي يعني لو قعدنا نفكر كده، وسام مينديز، فيعني دول اللي فاكرهم دلوقتي. فكل الحاجات دي بتثبت إن هو ماشي في سكة إنه يبقى أسطورة فعلًا، ويمكن من أهم النجوم في تاريخ السينما بسبب اختياره لأعماله. فهنا بنلاقيه إن هو زي ما قُلت كان بيجهّز مع دكتور نفسي ورافق واحد من مرضى الOCD، ودرس الحالة بشكل كويس جدًا، وكان بيبيّن تمكُّن كبير جدًا من أداء الشخصية. ويفضل أهم جزء بيعكس قدراته التمثيلية في رأيي في الفيلم ده، هاقول الجزء اللي مع كاثرين هيبرن اللي لعبت دورها كيت بلانشيت وأخدت جايزة أوسكار في الفيلم ده. بصراحة كانت عاملة الدور حلو أوي برضه. فهي بتيجي تقول له إنها تسيبه، فبيحصل بينهم مشهد تمثيلي جيد جدًا، جدًا، والحوار فيه قوي جدًا، وبعدها بيقرر يحرق هدومه ويطلب هدوم تانية من المدير اللي معاه في الشركة. فديكابريو عمل أداء جيد جدًا في الجزء ده كله، وطبعًا زي ما قُلت كيت بلانشيت كانت كويسة جدًا، والتصوير وهو وسط النار كان حلو جدًا، وقدر كمان يوصّل لنا إن الشخص ده واقف وسط الجحيم، وكمان هو شيطان نفسه، هو عدو نفسه.
فكرة الشخص اللي بيعمل self destruction أو نقدر نقول إن هو بيحطم نفسه، دي اتعكست كتير أوي في أفلام سكورسيزي مش أول مرة. ريجينج بول، جيك لاموتا، الشخصية بتاعت جيك لاموتا في ريجينج بول، وفي تاكسي درايفر، كل الشخصيات بتاعت، لا مش كلها طبعا، يعني معظم شخصيات سكورسيزي نقدر نقول ان في لحظات كده بتمر عليهم ان هم بيبقوا اعداء نفسهم، بس برضو في حاجات بتكون يعني ايه، دوافع للحظات الصعبة اللي بتمر بيها الشخصيات بتاعته. فهنا احنا زي ما قلت شفنا واحد من الاداءات الجيدة جدا، ولكن الجزء الأخير بقى من الفيلم كان في مباراة تمثيلية بينه وبين ألان ألدا اللي أخد ترشيح أوسكار أفضل ممثل مساعد. وهو من الممثلين اللي كل فترة كده يعمل أداء جيد بصراحة، يعني مش بيكون ظاهر كتير قوي أو ما بشوفوش في حاجات كتيرة كبيرة، بس كل فترة كده يعمل حاجة حلوة في النص. بس ده أفضل أداء أنا شفته لألان ألدا، ومشاهدهم سوا كانت عظيمة جدا. يعني في مشهد بينه وبين ألان ألدا اللي هو السيناتور لما بيقرر يحاول يعمل صفقة مع هاورد هيوز عشان تبقى في مصلحة بان أمريكا، ونشوف هو بيقول له احنا هزمنا اليابان وألمانيا، فأكيد هنقدر نهزم شخص مهما كان قوي وكبير. فالأداء بينهم كان عظيم جدا، وطبعا مشاهد المحكمة كلها كانت موفقة جدا، وكان في بينهم ماتش بينج بونج كده، كل واحد فيهم بيقول حاجة فالتاني بتنعكس على وشه، فكان الموضوع ده هايل جدا. وطبعا أعتقد الفضل الكبير فيه لسكورسيزي، لأن أداء الممثلين كان كله مظبوط تقريبا في الفيلم. فأعتقد إن ذا أفيتر كتجربة واحدة من أفضل أفلام السيرة الذاتية اللي أنا شفتها، وهو زي ما بيقول حتى ديكابريو من الفرص النادرة إن نلاقي فيه تمويل كبير جدا لفيلم آرت هاوس، لأن هو مش المعتاد إن النوعية دي تبقى جماهيرية، بس الفيلم ده معمول بشكل حلو جدا، وعكس لنا كده حالة من حالات الجنون والعبقرية. هاورد هيوز في رأيي شخص عبقري جدا، بس معاناته النفسية وإن هو عايز يبقى مسيطر جدا، ده خلى العملية صعبة جدا إن هو يقدر يعني يبقى شخصية مثلا ناجحة في حياته العاطفية. بس في نفس الوقت فكرة إن هو هوسه بالسيطرة والكمال وداه في حتة كبيرة جدا في مجال الطيران، وخلاه يقدر ينتج أفلام كبيرة. ولحد دلوقتي لو شفنا أفلامه تحديدا هيلز انجلز ده، هنلاقيه مثلا ليه تقدير نقدي كبير، يعني خاصة لو اتشاف باعتبارات إن الفيلم ده في العشرينات يعني. فأنا في رأيي الفيلم ده واحدة من الدراسات النفسية لواحدة من الشخصيات الجامدة جدا اللي بيطرحها سكورسيزي، ودي عادته إن دايما كل شخصياته مميزة، وهنلاقيه بيقدم لنا ليها دراسة مهما كانت حالة الفيلم. وما تقدرش إنك تاخد جنب من الشخصية إنك تكرهها أو تبقى معاها طول الوقت. أنت بتشوف حالات ضعفها وحالات انتصاراتها وإخفاقاتها، واللحظات اللي الحظ بيكون ماشي معاهم فيها كويس، بتشوف كل الجوانب للشخصية، فأنت بتبقى منغمس معاها، ما بتقدرش تطلع حكم إن أنت لأ معاها أو كارهها. فده حالة دايما بيقدر يعملها سكورسيزي، وده بتخليني أحب أفلامه. وهو دايما بيقول إن الأفلام اللي هو بيحب شخصيا يشوفها مش الأفلام اللي كانت قصتها قوية، لأ اللي شخصياتها مميزة. فأنا متفق معاه جدا، وهو عنده قدرة كبيرة على خلق شخصيات أيقونية في تاريخ السينما، سواء الشخصية دي كانت كويسة أو مش كويسة. ولحد هنا خلص كلامي عن فيلم ذا أفيتر، واحد من الأفلام اللي بحبها لواحد من أكتر المخرجين اللي بحبهم، ده لو ما كانش مخرجي المفضل. ولحد هنا خلصت الحلقة، ويا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار. ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.